في ناس في كندا وصلوا عندهم طاقة ونشاط كبير جدا، وبعد سنتين نفس الناس دي بتلاقيها منهكة ومحبطة، مش لأن كندا وحشة، مش لأن الشغل صعب، لأنهم وقعوا في فخ محدش حذرهم منه اسمه الفخ الذهبي. النهاردة هشرح لك الفخ ده بالتفصيل، وهقول لك 5 مراحل بيعديها كل مهاجر في كندا من أول يوم وصوله لحد ما يحس إنه فعلا بنى حياة حقيقية هنا. وفي الآخر هقول لك السر الواحد اللي خلى الناس دي تعدي المرحلة دي في نص الوقت اللي غيرهم بياخدوه. جهز كوباية القهوة أو الشاي بتاعتك لأن الكلام ده من القلب. خليني أبدأ بسؤال وعاوزك تجاوب عليه بصدق مع نفسك. لما وصلت كندا أو بتفكر تيجي، إيه اللي أنت متخيله؟ شغل كويس، راتب محترم، استقرار، وحياة أحسن لأولادك. وكل ده صح وجميل جدا، وكندا فعلا بتديهولك. بس في المرحلة اللي بين يوم الوصول ويوم الاستقرار الحقيقي في 5 مراحل كل مهاجر لازم يعدي بيهم، وكل مرحلة فيها تحديات محددة، ولو ما تعاملتش معاها صح ممكن تقع وتعمل لك انتكاسة. وانا عارف ده كويس، مش من كتاب، ده من الواقع والتجربة، ومن ناس كتير شفتهم عدوا بنفس المراحل دي. يلا بينا نبدأ. المرحلة الأولى السرفايفل مود، الأيام اللي دماغك فيها شغالة على طول على وضع الطوارئ. لما توصل كندا في أول أسبوعين جسمك وعقلك بيشتغلوا على وضع الطوارئ. في قائمة مهام بتحطها في دماغك على طول. انت عاوز السن نمبر، حساب بنكي، البطاقة الصحية، إيجار الشقة، المواصلات، كل ده في أول أسبوعين، وكل واحدة فيهم بتاخد منك طاقة ومصاريف، وده طبيعي جدا 100% وكل الناس عدت بيه. بس المشكلة الحقيقية إن في ناس كتير بتفضل في السرفايفل مود ده من غير ما بتحس، حتى بعد 6 شهور لسه بيحسوا انهم في اول الامر وما بيخططوش للمستقبل ولسه بيفكروا يوم بيوم. ليه ده بيحصل؟ لان التوتر المستمر في وضع الطوارئ بيعمل لك حاجه في دماغك اسمها التانل فيجن، يعني دماغك ما بتبقاش قادره تشوف غير المشكله اللي قدامك دلوقتي بس. والموضوع ده بيتضاعف لان مفيش حد بيفكر بالنيابه عنك، ومفيش اهل جنبك، ومفيش شبكه امان اجتماعيه زي اللي اتعاملنا معاها في بلادنا. علامات انك لسه في المرحله دي: بتصحى الصبح واول حاجه في دماغك هي المشاكل والمصاريف، مش بتخطط لأكتر من أسبوع قدام، وبتحس إنك بتعافر من غير ما تتقدم خطوة واحدة. الحل: حدد يوم واحد في الأسبوع، يوم الجمعة مثلا، ما بتعملش فيه أي سرفايفل تاسك، وده يوم تفكير فيه في المستقبل بس، حتى لو ساعة واحدة. ده اللي بيخليك تعدي المرحلة دي أسرع. ومهم جدا ابني الإمرجنسي فاند أو صندوق الطوارئ من أول يوم، حتى لو حطيت $100 في الشهر. وجود الأمان المالي بيقلل التوتر بشكل ملحوظ. المرحلة التانية السعي الأعلى، ظاهريا اجتهاد وجوفها خطر. عدت المرحلة الأولى وبدأت تشتغل وتستقر شوية، وبقى عندك روتين، عندك مرتب، والأمور بدأت تتضح قدامك، ده كويس جدا. هنا بقى بيبدأ الفخ بجد، لأن في كندا السوق بيكافئ اللي بيشتغل زيادة في البداية، زي اللي بيعملوا اوفر تايم أو ساعات إضافية. مفيش حد هيقولك بس، والغلا بيخليك حاسس إنك محتاج تشتغل أكتر عشان تغطي المصاريف وتوفر. وبتبدأ تقول لنفسك هشتغل بجد دلوقتي وبعدين هرتاح، هوفر الأول وبعدين هعيش السنة الجاية وهتبقى أحسن. وده بيتكرر كل سنة، والنتيجة ناس بتشتغل ساعات كتيرة جدا في الأسبوع فوق الوقت الطبيعي، ما بياخدوش أجازات، ما بتاخدش بالها من صحتها، وما بتحسش بالوقت وهو بيعدي. وبعد سنة أو سنتين بيصحوا على إنهم وفروا فلوس، بس خسروا حاجات تانية قصادها ومش هيقدروا يرجعوها، وقتهم وصحتهم، وأحيانا بتبقى علاقتهم في بيوتهم. قصة حقيقية. واحد صديق ليا مهندس في أول سنتين كان بيشتغل 6 أيام في الأسبوع، بيعمل أوفر تايم متواصل عشان يوفر للبيت بسرعة. عمل حساب توفير محترم جدا، بس لما رجع الفترة دي قال لي فاتني 2 سنين من حياة ولادي، عيلتي كانوا جنبي بجسمهم بس ما كنتش حاسس بوجودهم، الفلوس اتجمعت بس الوقت ده عمره ما هيرجع. الحل عشان ما تقعش في الموضوع ده: حدد سقف الشغل بتاعك، ما تشتغلش أكتر من 48 ساعة في الأسبوع مهما حصل، وحدد يوم كامل مع عيلتك من غير موبايل، من غير شغل ولا أي حاجة خالص. ده مش كسل، ده استثمار في حياتك وصحتك وعلاقاتك بأسرتك. المرحلة الثالثة البيرن اوت، الصدمة اللي محدش بيتكلم عنها. وصلنا للجزء الأهم في الفيديو كله. لو عديت المرحلة التانية من غير ما تحل مشكلة الشغل الزيادة هتوصل للمرحلة دي 100%. البيرن اوت في كندا مختلف تماما عن الإرهاق اللي اتعلمناه في بلدنا. في بلادنا لما بنتعب في حلول كتير، بنشوف الأهل، بنتكلم مع صاحب قديم، بناخد أجازة في بيت عيلتنا، وبنرجع بطاقة كويسة جدا. لكن في كندا الأهل على بعد 12 ساعة طيران، والصاحب القديم على شاشة الواتساب. ده بيخلي البيرن اوت أعمق بكتير وبياخد وقت أطول عشان تطلع منه. إيه علامات البيرن اوت؟ مش بس التعب الجسدي، انت بتكون صاحي بس مش قادر تركز،
بتعمل غلطات ما كنتش بتعملها في شغلك، فاقد الشغف لشغلك، حاسس ان كل يوم زي اللي قبله، بتحس بعزلة حتى وانت وسط الناس. وفي دراسة كندية بتقول ان المهاجرين بيتعرضوا للبيرن اوت بنسبة اعلى من المواطنين الاصليين في اول 3 سنين، ومش لانهم اضعف، لانهم بيشيلوا ضغط مضاعف، ضغط الشغل وضغط التكيف مع البيئة الجديدة. هيطلع واحد فيلسوف يقول لي يا عم مفيش حاجة اسمها البيرن اوت والكلام اللي انتوا بتقولوه ده. هرد عليه واقول له دي حقيقة علمية وموجودة في الغرب كله، بس الناس ما بتاخدش بالها وبتصحى منها غير لما بتلاقي نفسها واقعة فيها فعلا. الحل للموضوع ده اعترف انك تعبت، ده مش ضعف، ده وعي. استخدم ال EAP. معظم الشركات الكندية بتقدم وبتديك جلسات مجانية مع متخصصين. اسأل ال HR بتاعك عنه. خد اجازة قصيرة حتى لو 3 أو 5 أيام، ده حقك في القانون الكندي، والاجازة دي بتبقى مدفوعة. دور على كوميونيتي زي مسجد أو كنيسة أو جمعية عربية، أي مكان فيه ناس شبهك، لأن الانتماء بيساعد جدا في العلاج. المرحلة الرابعة إعادة الهيكلة، المرحلة اللي بتغير حياتك صح. المرحلة دي هي اللي بتيجي بعد البيرن أوت، وهي في الحقيقة من أهم المراحل الهجرة كلها، لأن الأول مرة بتبدأ تسأل نفسك الأسئلة الصح. أنا شاغل بالي بحاجات صح ولا غلط؟ الحياة اللي بعيشها دي هي اللي كنت عاوزها ولا لأ؟ إيه اللي فعلا مناسب ليا؟ وفي كندا المرحلة دي بتيجي مع قرارات كبيرة. في ناس بتغير مجالها تماما، مدرس بيبقى مبرمج، محاسب بيفتح مشروع، أو مهندس اكتشف شغفه في صناعة المحتوى أو التجارة، وحاجات تانية كتير. ناس بتبدأ شغل جانبي أو فريلانسر، وفي ناس بتعمل استثمار ذكي في حساباتها زي ال FHSA أو ال TFSA. ناس بتبدأ مهارة جديدة أو دورة تدريبية جديدة بتفتح لك باب مهني أرقى وأهدى. الأدوات اللي ممكن تساعدك في المرحلة دي: مراجعة مالية، اتكلم مع فاينانشال ادفايزر، وفي كندا الخدمات دي كلها مجانيا بالكامل. هيساعدك تشوف وضعك المالي بوضوح ويوجهك على الطريق الصح. مراجعة الكارير، في مراكز زي Employment Ontario بتقدم خدمات مجانية عشان تطور مسارك المهني. المرحلة الخامسة النجاح المستدام، النجاح اللي بيستمر مش اللي بينهيك. دي المرحلة اللي كلنا بندور عليها، بس ما بتجيش من غير ما بتعدي بالأربعة اللي قبليه. وفي فرق جوهري بين نوعين من النجاح في كندا: النجاح على الورق، دخل عالي، بيت كبير، وعربية حلوة، بس جواك إرهاق مستمر وعلاقات مهزوزة. النجاح الحقيقي: دخل كويس، صحة كويسة، وقت مع عيلتك، أولادك بيشوفوك سعيد ومش بس مطحون ومكتئب. علامات إنك وصلت للمرحلة دي: بتصحى الصبح وعندك طاقة، بتشتغل كويس من غير ما تحس بقلق، عندك وقت لعيلتك وأصحابك، وبتخطط للمستقبل وراضي جدا عن حياتك. إزاي توصل لها أسرع؟ حدد إيه كافي بالنسبة لك. مش كل حاجة كتير بتبقى كويسة ليك. حدد إيه الدخل اللي يخليك تعيش كويس وتوفر. لما تعرف الرقم ده بتقف عن الجري ورا اللانهائي. استثمر في صحتك، رياضة، نام كويس، وأكل معقول. ابني نظام، شيل جزء للتوفير والتحويلات بدون ما تفكر كل شهر. السر الأخير اللي خلى الناس تعدي المرحلة دي في نص الوقت: الناس اللي عدت المراحل الخمسة دي بسرعة مش علشان أذكى أو عندهم حظ أحسن، لكن عشان عملوا حاجة واحدة بس: طلبوا مساعدة بدري وفهموا إيه اللي بيحصل. اتكلموا مع ناس عدت بنفس المرحلة، سألوا قبل ما يغلطوا، انضموا الكوميونيتي، وما حاولوش يعملوا كل حاجة لوحدهم. في بلادنا طلب المساعدة ممكن يتفسر كضعف، لكن في كندا طلب المساعدة ذكاء ووعي. لما قررت تيجي كندا انت ما قررتش تتعب وبس، انت قررت تبني حياة أحسن. في فرق بين بتشتغل بجد وبتشتغل بذكاء، والناس اللي نجحت في كندا على المدار الطويل هي اللي عرفت الفرق ده. اكتبولي في التعليقات أنا دلوقتي في أنهي مرحلة، وأكتر حاجة بتساعدني هي إيه. وزي ما انتوا عارفين أنا بقرأ كل التعليقات وبرد عليها. ولو عندك صاحب مهاجر في كندا شارك الفيديو ده معاه، ممكن يساعده إنه يفهم طريقه صح. وما تنسوناش من اللايك الجميل. Smash that like button. وتابعوني على كل حساباتنا علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم الفيديو الجاي في كندا بعيون واقعي. لايف ان كندا بداية الحكاية، حلم بيكبر جوايا خطوة للي جاية، من البرد للتحدي انا لسه مكمل. لايف ان كندا ارضي قصتي للافضل.